ولدت بعائلة فقيرة وتوقعت بنهار انك توصل للي وصلت له اليوم. يعتبر محمد رمضان من الاثرياء، اثرياء انا مصر. اتولدت في عائله متوسطه، اغنياء النفس، واغنياء الاخلاق، واغنياء القناعه، وادوني كنوز بتمنى ان انا اقدر اورثها لاولادي، وهي القناعه، وهي عزه النفس والكرامه، واشياء كتير جدا جدا كانوا اهلي لا يملكون غير الاشياء دي، اللي مع مرور الحياه ومع الخبرات اللي قابلتها في حياتي يجوز اكون قابلت ناس بتملك المال ولكن لا تملك ما يملكه ابويا الرجل البسيط وامي. قعدت توصل هالمرحلة وبتعتبر حالك اليوم من اثرياء مصر. فاي شخص ابويا وامي ربوه يستطيع انه يكون اهم شخص على وجه الكره الارضيه. الله من يخلي يملك لك اياهم. ما املكه من اسلحه ابويا وامي ادوهاني، استطيع ان اواجه اي حروب، واستطيع ان اتخطى اي عقبات، واستطيع ان احقق اي طموح في العالم ما دمت ورثت اللي انا ورثته من ابويا وامي. واهمها ثقتي في ربنا. يعني انا امي علمتني ان ما فيش شيء ربنا ما يقدرش يعمله، ولازم يبقى عندك ثقة في ربنا. ومثلا أصدقائي يستغربوا إن ممكن أكون كنت لا أملك المال، ولا أملك الشهرة، ولا أملك أي شيء، فكانوا يقولوا لي أنت جايب الثقة دي منين؟ فكنت أقول لهم أنا مستمد هذه الثقة من ربنا، أنا واثق في ربنا. مؤمن. فما فيش مستحيل، وربنا عز وجل قال أنا عند ظن عبدي بي، وقال إذا دعاني عبدي وهو موقن بالإجابة أجبته. ولكن ده مش معناه إن إحنا ندعي ربنا وما نعملش ونجتهد ونخطط ونفكر قبل ما ناخد الخطوة. الوعي قبل السعي يعني.